حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. النهارده معانا فيديو تفريزات زي ما انتم شايفينها كده. ده كلها وجبات من الفراخ. جبنا فراخ وطلعنا منها كذا وجبه. طلعنا منها الدبابيس اللي هي هتبقى ان شاء الله هنعملها محمره زي كنتاكي. طلعنا منها بانيه. طلعنا منها شاورما. طلعنا منها حمام كداب. طلعنا منها شيش طاووق. وده بانيه كمان. وده بانيه بس لسه ان شاء الله هنعمله مع بعض كفتة فراخ لسه هيتفرم. وده قطعنا فراخ للشوي هنعملها بتتبيلة. وده حمام كداب. وده برضو فراخ للشوي متقطعة بس هتتبل بطريقة تانية. يبقى طلعنا كل الوجبات دي من الفراخ. فيلا بينا على الفيديو بتاعنا. طبعا انا عاملة قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا انا جايبة على مرضتش اكتر طبعا في الفراخ عشان على قد مجهودي. فشويه طبعا انتوا عارفين ان انا ببقى على طول في السوق فكده. ولسه طبعا تفريزات ماما، يعني احنا هنهيص ان شاء الله تفريزات. فانا جبت على قد ما قدرت عشان طبعا الخلي بتاع الحمام الكداب والبانيه وكده فبياخد مجهود. فانا قلت دول كفايه على قد مجهودي، وكل ما انزل اجيب تاني واعمل. نبدا بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا. هنشوف هستخدم اول حاجه الصدور هنشوف هنطلع منها كام اكله. طبعا الصدر اتقسم نصين. بتشتل اي عظم هنا بيبقى لسه بقى اللي هي الجزء اللي اسمها الدبوسه الصغيره اللي فوق دي. بسم الله الرحمن هنشتلها كده. الصدر عندي صحيحه تشتري بقى منه اي دهون عشان الصدور ده هنعمل منها ايه. هنشوف دلوقتي هنعمل منها ايه. نشتل اي دهون فيها ونبدأ نقطعها. برضو الصدر التاني برضو بتقومي شايله ايه العظم اللي فيه ونبدأ نخليه. هنخليه ازاي؟ احنا هنخليه نعمله زي البانيه، زي شرايح البانيه. بتحطي ايدك فوق كده وتاخدي بالك وانت ترققي بقى على حسب السمك اللي انت عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقومي ايه تقطعي لغايه الاخر. خلاص انا خليت كل الصدور اللي كانت معايا وما شاء الله طلع طبق حلو بانيه، طلع حلو شرايح بانيه. هنوزعها ازاي؟ انا عندي اولادي بيحبوا البانيه يبقى هنعمل وجبه بانيه. طبعا على حجم كل طبق على حسب العدد الافراد اللي عندك او الكميه اللي انت عايزاها. انا طبعا هيبقى في فيديو تتبيلات. في ناس هتعينه كده بس انا ببقى عايزاه اتبله للاخر هيطلع على الآلية على طول. يبقى ده معايا اول وجبه بانيه. دي وجبه بانيه ماشي. الوجبه التانية ممكن برضو نعمل كمان طبق بانيه. عايزه تصغريها ماشي، يعني عايزه تعمليها اللي هي بالنص على حسب عدد الافراد او اللي ما انتش عايزاها كبيره زي ما انت حابه. يبقى كده معايا وجبات 2 وجبه بانيه. هنشوف برضو الوجبه اللي بعدها من الصدور هتبقى ايه. الوجبه التانية اللي هنعملها هنعمل كفته فراخ. كفته فراخ طبعا بتبقى من الصدور. اي بقى قطع عندك اتقطعت مش كويسه كده كده هتتفرم. طبعا هنشوف برضو طريقه كفته الفراخ فرمها ايه. اي قطعه طلعت معاك مش مظبوطه ايدك ما ظبطتش في القطع فهنستغلها في الايه في كفته الفراخ. برضو احنا هنعمل طبق كويس يعني بكميه وبعد كده في الفرم بقى هيتقسم على طبقين او على حسب برضو احتياجك. تاخدي كل المتقطع عشان يبقى ده
تبع الفارم، واحنا خلاص عرفناه، هيبقى عارفين اللي ده كفتة فراخ وعملنا البانيه. نشوف الوجبة التالتة. الوجبة التالتة من صدور الفراخ هتبقى ايه؟ معانا الوجبة التالتة ان شاء الله هتبقى شاورما الدجاج. شاورما الدجاجة بتقطعي بالطول كده، هي بتبقى طويلة ورقيقة بس يعني مش رقيقة قوي. عايزاها الطول ده ماشي، عايزاها تقسميها كده تمام. وبرضه هنشوف تتبيلته ايه ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله. نعمل ايه؟ فيديو تتبيلات. بالطول وسميك والسميك قوي يعني كده، ونقطعها برضه ايه عشان شكلها كده اهي كده. خلاص خلصنا صدور الفراخ، عملنا منها البانيه والشاورما وعملنا كفتة الفراخ. طبعا كل حاجة متجهزة في طبق. هنشوف بقى التتبيلات بتاعتها. ندخل بقى على ايه؟ على الوراك. الوراك هنعمل ايه؟ هناخد الدبوسة عشان هنعملها اللي هي المتحمرة، دبابيس متحمرة اللي الأولاد بيحبها، كبار وصغيرين ايه بيحبوها. وهنا برضو طبعا اي كمية عندك. ما هنا جهزنا الطبق ده دبابيس الفراخ. هنشوف بقى اللي هي الفخدة دي هنعمل بيها ايه. برضو نجهز طبقها على جنب ونشوف هنعمل ايه بالفخاد. خلاص ندخل بقى على اللي هو الفخدة اللي هي بقية الدبوسة. نشتري الجلد عشان ده اللي هنعمله شيش طاووق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشيش طاووق بيبقى احلى من في الورك مش الصدور، عشان الورك بيبقى اكتر هو اللي فيه ايه الدهون. طبعا معانا هنا اللي هي اللي كانت ماسكه في الدبوسه، بس هنفتح حواليها كده وتشتري اي لحمه حوالي عليه. تفتحي لها خالص لغايه ايه اما تطلع. نقطع هنا بقى الشيش طاووق عادي حسب القطعه اللي انت عايزاها اللي هتبقى ايه في السيخ. هي طبعا التجهيزات دي بتبقى مسهله علينا اللي احنا نتفرغ لحاجات تانية. جالك ضيف فجأة هتقومي مطلعه على طول ايه ومظبط.
ده الطبق بتاعنا بتاع الشيش طاووق. هندخل هنا بقى على الفراخ المشويه انا هعملها صنفين بتتبيلات حلوه قوي هتعجبكم، وانا معتمداها هنا تتبيلتين فراخ حلو. اللي في تتبيله منها انا هقطع منها الفرخه، يعني الجزء الصدر 2، الورك 2، واعمل فتحات برضو ايه في الورك كده، قصدي في الدبوسه يعني. دي هعملها بتتبيله حلوه قوي ايه للشوي. والصدر برضو اخده اقطعه 2، ونحافظ على الجلد عشان يحافظ على التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الصدر هعمل له كذا فتحه عشان التتبيله تدخل جواه. برضو بيبقى فيه هنا كده ايه، نفتح اكنه كيس كده او ايه ساندوتش. دي تتبيله للفراخ مشويه، تتبيله لوحدها. ودي برضو النوع التاني اللي هعمل بيها التتبيله، بس هسيب ايه، هسيبها بحالها برضو، بس هعمل فيها برضو فتحات، وهنبقى نشوف مع بعض ايه هي التتبيلات بتاعتنا اللي معتمده في الفراخ المشويه. والصدر برضو ايه، نعمل فيه فتحات كده من تحت الجلد عشان التتبيله كلها تدخل تحت الجلد. هنا برضو ايه نفتح له جيب كده عشان التتبيله تدخل. كده معايا الوجبتين بتوع الفراخ المشويه، هيبقى ان شاء الله بالتتبيلتين هيعجبوكم جدا. نشوف بقى اخر نوع معانا في الوجبات الجميله اللي بنطلعها من ايه، من الفراخ. فهنشوف اخر وجبه هتبقى ايه هي. نيجي بقى على اخر جزء من التفريزات المره دي، اللي هو الحمام الكداب. الحمام الكداب بيبقى من الورك، ولازم تجيب الورك الجلد بتاعه صحيح عشان هو ده الغلاف بتاعه. لو في قطعه خلاص ما تبقاش نافعه معاكي، يعني هتبقى صعبه قوي في اللف. فهنبدا كده. طبعا هنطلع اول حاجه اللي هي اللي بتبقى العظمه دي لغايه ما توصلي للي هي اللي بتبقى القرقوشه، ولا مش عارفه اسمها ايه، تقوم قاطعه كده وتقوم طالعه معاكي. نيجي في اللي هي اللي بتبقى الجزء ده برضو، اقعدي يعني ايه فتحي لها كده لغايه اما تقوم ايه طالع معاكي اللحم بعيد عن العظم. اهم حاجه تحافظي على الجلد وانت بتشتغلي. برضو اهو تكملي كده وتبقى السكينه معاكي حاميه وتاخدي بالك. ودي الجزء اللي طلع. طبعا الجلد معايا سليم اهو، يبقى لسه ايه الدبوسه. بعمل انا ايه برضو، بقعد اخليها كده، يعني برضو انزل الجلد من عليها وافتح، اقعد برضو افتح كده لغايه اما اوصل لايه للعظمه، واخليه برضو ايه من حواليها. خلاص كده خليتها، هي بتبقى بالشكل ده لو هي متقربه. وهنا بقى بنحط التتبيله بتاعتنا، هنتبلها مع بعض ان شاء الله وتلاقيها لفت معاكي كده. حاسه اللي هي لحمها زياده، يعني الورك فيه لحم كتير ومع الرز هتبقى كبيره، ممكن ايه تخففي شويه برضو وتعملي منها اي شاورما تزودي. طبعا بيبقى بالشكل ده. وده كمان دخلتهم. وكده احنا خلصنا تفريزاتنا كده الحمد لله النهارده. فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم.
خلينا ازاي وقطعنا ازاي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتتبسطوا منه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.